اللي وقع للدكتوره سلمى الميمني من بعد ما مشات للولايات المتحده الامريكيه، وعلاش المقتل ديالها مازال حتى اليوم لغز واخا مرت عليه اكثر من 26 سنه. وغادي نشوفوا واش الولايات المتحده الامريكيه غادي تعطي شي تبرير على المقتل ديال ساميه الميمني، شي تبرير منطقي، او لا كيف ديما غادي تنسبوا في شي واحد من عاميه الشعب. هادشي اللي غادي نطرقوا ليه في القضيه ديال اليوم، القضيه ديال الدكتوره ساميه الميمني. نبداو على بركه الله. اشنو اللي وقع للدكتوره ساميه الميمني من بعد ما مشات للولايات المتحده الامريكيه باش تكمل قرايتها وتخدم تما كينك؟ ساميه الميمني من مواليد سنه 1955 في مدينه الدمام. من نهار تزادت ساميه وهي واحد البنت اللي كانت ذكيه، واحد البنت اللي متفوقه لا في قرايتها لا في حياتها. غادي يجي على الدكتوره واحد النهار اللي صعيب في حياتها، هو النهار اللي غيدير الاب ديالها واحد الحادث وغادي تضرب للراس ديالو. من بعد ما غادي ينقلوه للمستشفى غادي يكون واحد الخصاص في الدكاتره ديال جراحه المخ والاعصاب. هنا الاب ديال ساميه غادي يديموا الامانه امانته وغادي يتوفى. ساميه من داك النهار خدات عهد على راسها باش تولي دكتوره بجراحه المخ والاعصاب. هنا ساميه زادت في قرايتها اكثر واكثر حتى خدات الدبلوم ديالها من جامعه الملك فيصل. وفي الوقت ديالها ما كانش التخصص ديال جراحه المخ والاعصاب. هنا غادي يطلب طالب لجامعه تشارلز بالولايات المتحده الامريكيه باش تمشي تكمل قرايتها. غادي يوافقوا على الطلب ديالها وغادي تمشي الدكتوره ساميه تقرا، وبطبيعه الحال غادي تقرا وغادي تتخرج. هنا غادي تكون اول دكتوره ديال جراحه المخ والاعصاب في السعوديه. ماشي غير هنا حبس التفوق ديال الدكتوره ساميه، لا بل اخترعت بزاف ديال الاجهزه، مثلا جهاز التحكم بالعصب المشلول باش تقدر تحركه، كذلك تقدر تعالجه، وجهاز كشف السرطان المبكر اللي كان من اعظم الانجازات ديالها اللي كان غيخلق ثوره في عالم الطب. هنايا غادي تنال عليهم براءه الاختراع من المجلس الطبي الامريكي. الامريكان لحد الان منبهرين بالاعمال اللي كتقدم ساميه. هنا غادي يجلسوا معاها وغادي يطلبوا منها تعطيهم براءه الاختراع ديال الاجهزه ديالها مقابل 5 مليون ديال الدولار اللي كانت في ديك الوقت ثمن اللي كبير بزاف. لكن ساميه ما بغاتش تنازل على المبادئ ديالها وقررت انها تخرج هذه الاجهزه للعلن باش يعاونوا الناس في المجال الطبي. حتى لواحد النهار كتلقى الدكتوره ساميه مقتوله في واحد الشاحنه ديال التبريد تحت من المنزل ديالها. ووفقا للتقارير ديال ولايه كاليفورنيا اللي غادي تقول بلي الدكتوره ساميه ماتت نتيجه الخنق، واثار ديال البصمات كينطابقوا مع البصمات ديال البواب ديال العماره. غادي يشدوا البواب غيصيفطوه للمحكمه وغادي يسدوا القضيه بواحد السرعه اللي خياليه. هنا داك البواب طيلت المحاكمه ديالو وهو كينكر اللي عنده شي علاقه بالمقتل ديال ساميه. هي كانت انسانه اللي ساكنه في الموبل اللي خدام به، ولكن ما عنده حتى شي علاقه بالمقتل ديالها. هنا المحكمه غادي تعطي عقوبه المؤبد وغادي يمشي للسجن. وحتى لهنايا راه كاينين بزاف الاجوبه اللي امريكا ما عطاتش عليهم حتى شي جواب اللي مقنع. الاجهزه ديالها اللي ما كايناش، اولا الشواهد اللي حصلت عليها، الفلوس ديالها اللي كانوا في الدار، وبزاف الاشياء اللي ما غاديش يلقاوهم لا البوليس لا الاسره ديال ساميه في المنزل ديالها. واش بصح نيت البواب عنده علاقه بالمقتل ديال ساميه، اولا كاينين شي ايدين كبار اللي كيحركوا اللعبه كيف ما بغات، ومنين ساميه ما بغاتش تمشي معاهم تم الاغتيال ديالها؟ وعلاش بالضبط القضيه دغيا تسدات من بعد ما شدوا البواب، رغم ان الشكوك كامله كانت حول المافيا ديال الادويه ومافيا الاختراعات. هنا كتسالي القضيه ديالنا اليوم اللي فيها بزاف الاسئله بلا اجوبه. نتمنى نلقاكم في قضيه جايه ان شاء الله. السلام عليكم.